شرح انجاز سيد البحار بطريقه ما حد يتوقعها وطريقه كلش سهله، راح تجيبه يعني بساعه واحده راح تجيب هذا الانجاز. فقبل لا نبلش لايك، متابع اذا متابعني، مشاركه المقطع ويا اصدقائك خلي يستفادون من هذا الفيديو، لان الانجاز يعطيك لوبو مثك ويعطيك هاشتاج كلش حلو. ونقول بسم الله. اسهل طريقه تاخذون الانجاز بها يا شباب، ركزوا وياي، وهي تلعبون خريطه ليفك او نوسه. حلو، تلعبون 7 جيومه بهاي الخريطه، وحتى لو انتو سكواد وتفنش واحد من عندكم او بقيتوا اخر واحد، يعني بقى اخر واحد بيكم بالسكواد اخذ الجيم، ينحسب الجيم الون البقيه اللي موجودين اللي تفنشوا بالجيم. حلو، يعني اللي وياك بالسكواد. فركزوا، الجيم الثامن اذا تفنش واحد من عندكم ما راح يقدر ياخذ الانجاز بس بالجيم الثامن. فتكملون هاي الجيوم السبعه بليفك او نوسه لان اسرع واسهل. بعدين الجيم الثامن تلعبوه ارنجل الانجاز. فمن تلعبون ارنجل راح تفتحون، يعني اول ما تنزلون من الطيارات راح يطلع عندكم هذا العلامه تشوفوها قدامكم، هاي مال الانجاز تفعلت. بعدين تفتحون الخريطه تشوفون مكان الانجاز بدايته شلون تفعلوه للانجاز. عندك هنا بوشنكي تروحون تفعلوها. من راح تفعلوها؟ حلو، تضغطون عليها تفعلوا هذا المكان، راح تطلع عندكم 3 جواهر. لازم اللي صاحب يعني مو الا صاحب الانجاز هو اللي يريد، لاعب واحد فقط يجمع هذني الثلاث جواهر. حلو، تجمعهن راح يطلع لك مكان ثاني سيف. روح على المكان السيف، انت صاحب الجواهر اللي اخذتهن جمعتهن، تاخذ السيف راح تطلع لك علامة اسبانة. حلو، تضغط عليها راح يكمل العد مال اسبانة وينقلك على مكان ثاني، المرحلة الثالثة وهي يعني الاخيرة او قبل الاخيرة. راح تطلع لك سيف همينه المرحلة الثالثة تاخذه، تضغط على علامة اسبانة نفس الطريقة همينه، وينقلك على مكان يطلع لك بالخريطة مكان مال الانجاز. هذا المكان العالم كلها راح تشوفه، ودير بالك يعني حاول تخلي جماعتك يكفروا لك، لان هذا المكان بالخريطة راح يطلع انه شعار للناس كلها انه هنا اكو ناس تسوي الانجاز، فكلها تبوش عليكم. خلي سكوادك يكفر لك، وحاول انت تاخذ الانجاز، والف مبروك عليك. مثل ما تشوفه هنا تظل تضرب بالمطرقه وتاخذ الانجاز، تعاد انت وشطارتك بالاخير. تحياتي، حب حياتي.